اتقسمت بني إسرائيل لثلاث فرق. تعال نشوف الأول هو مين إسرائيل. في القرآن مفيش إشارة أن إسرائيل هو سيدنا يعقوب عليه السلام، إنما المفسرين قالوا أن هو سيدنا يعقوب عليه السلام، وفي كتب اليهود إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. طب خلينا نمشي مع الرأي ده ونقول لو سيدنا يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، فبنو إسرائيل يبقى سيدنا يوسف وإخواته ال11، يبقى 12 سبط. الأسباط دول هم بنو إسرائيل. الأسباط دول فضلوا كده مع سيدنا موسى لغاية لما ما دخلوش الأرض المقدسة. مات سيدنا موسى وماتوا الناس اللي ما دخلتش، والجيل الجديد دخل مع يوشع بن نون الأرض المقدسة. أول ما دخلوا حطوا إيديهم على معظم أرض الشام، وتقسمت كل جزء لسبط معين، اتقسمت أكنها ميراث. كبرت الدولة دي لغاية لما وصلت لسيدنا داود، بقت مملكة كبيرة. وسيدنا سليمان بنى بيت المقدس. بعد موت سيدنا سليمان كفروا معظم بني إسرائيل وتركوا التوحيد وعبدوا الأصنام والأوثان، وتقسمت لمملكتين. المملكة الشمالية في الجليل والسامرة كان بيتزعمها سبط أولاد سيدنا يوسف وأولاد لاوي، اللي هيجي منه الأنبياء كلهم، اللي هيجي منهم سيدنا موسى وهارون ومعظم الأنبياء. وكان دول اسمهم السامرة، السامريين. كانوا بيعتقدوا ان المسيح هيجي من سبط لاوي. ده فعلا حصل، المسيح ابن مريم من سبط لاوي، هو وامه وسيدنا زكريا وزوجته من سبط لاوي. ودول بيؤمنوا الكتاب بتاعهم بخمس اصفار بس، اللي هم اصفار موسى، اسمهم اصفار موسى باللغة العبرية. وباقي الاصفار ما بيعتقدوش فيها، بيقول لك لا دي مش التوراة، التوراة هي 5 أصفار موسى. والناس دي بتتوضى وتتطهر من الجنابة وتصلي صلاتها فيها ركوع وسجود، غير اليهود خالص. دول اسمهم السامريين، دول المملكة الشمالية. طب المملكة الجنوبية كانت بتتبني على سبط يهوذا أو يهوذا وباقي أسباط. دي المملكة اسمها المملكة اليهودية. طب كتبهم ايه؟ الكتب بتاعتهم عندهم 39 سفر، يعني أصفار موسى ال5 اللي بيؤمنوا بيهم السامريين، زيد عليهم كمان عشان يوصلوا ل 39 سفر. طب في ال5 أصفار بتاعت سيدنا موسى ما بين السامريين وما بين اليهود نسخة واحدة، هما الاتنين بالعبري، بس في 6000 اختلاف ما بين النسخة دي والنسخة دي. دول بيتهموا دول ان هم حرفوا وعبدوا الاوثان واتجوزوا من الامميين، ودول بيتهموا دول بنفس الاتهام. طب يخلص الموضوع على كده؟ لا، بني اسرائيل يظهر فرقة تالتة بعد السبي البابلي، اسمهم فرقة الشتات او بني اسرائيل المشتتين، او يطلق عليهم مجازا يهود الشتات. يهود الشتات دول بيتكلموا باللغة اليونانية، خرجوا بره بيت المقدس وراحوا ما بين الأمم، فاتعلموا اللغة اليونانية. بعد جيل والتاني مش هيعرفوا يقروا عبري، فمش هياخدوا كتبهم المقدسة من السامريين أو من اليهود. فعملوا إيه؟ قالوا نترجم النسخة اليهودية مش السامرية، نترجم النسخة اليهودية اللي هم 39 سفر لنسخة يونانية، فسموا النسخة دي الترجمة السبعينية. طب لما يترجموا ال 39 سفر المفروض يطلع لهم 39 سفر يوناني. لا للأسف، ده طلع 39 سفر زائد 7 أصفار زيادة. من هنا ظهرت المسيحية. البروتستانت بيعتقدوا في النسخة العبرية بتاعت اليهود اللي هم 39 سفر، إنما الأرثوذكس والكاثوليك بياخدوا النسخة اليونانية بتاعت الترجمة السبعينية. ومن هنا تفكر ليه أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا الناس البروتستانت المسيحيين متفقين مع اليهود في إسرائيل على الحرب الصهيونية. عرفت بني إسرائيل كانت إيه وتحولت لإيه؟ طيب السامرة بقى حجمها قد إيه؟ السامرة جت عليها حروب كتير، وخرج منهم في الشتات، وخرج منهم للمسيحية، وخرج منهم للإسلام، وبقى حوالي 850 فرد فقط عايشين في نابلس حوالين جبل جرزيم، وعايشين قريب من بيت المقدس، لكن هم مش يهود. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.